استثمار، ادخار، تخطيط او كاش سريع، كل حاجه من دول دلوقتي بقى ليها حل. ولو انت مهتم بيهم كلهم فماني فالوز اكبر ابلكيشن جمعيات في مصر جمعهم في بلاتفورم واحده. النهارده معانا طارق عمرو مدير القطاع المالي لماني فالوز، الابلكيشن اللي في الفتره الاخيره حقق نجاح كبير جدا، واكيد ده ما كانش بالصدفه، بس وراه فريق عمل كبير وضخم. اهلا يا طارق. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ انا اول عايزاك تكلمني عن خلفيتك المهنيه، ازاي اصلا بدات في المجال المالي ولحد ما وصلت انك تبقى رئيس القطاع او مدير القطاع المالي في ماني فالوز. طيب، هو يعني قبل كده انا جيت مصر في 2007. كان العيله كلها هجرت كندا. اول ما جيت مصر كنت ناوي اني ازور وقررت اقعد. كان ساعتها في 2007. معظم الناس لو عايزين يبتدوا الكارير المالي بتاعهم بيبتدوا في المحاسبه. انا ابتديت دايركشن تاني خالص، حته الفاينانشال اناليسيس. فابتديتها بالعكس. قعدت 5 سنين في أكبر بنوك في مصر، وبعد كده ابتديت رحلة الستارت اب. كانت ساعتها المجموعة المالية هرمس عايزة تفتح أول نون بانكينج فاينانشال انستتيوشن بلاتفورم، وكان التمويل التأجيري الكوربريت ليسنج. وده كان أول اكسبوجر أو أول دور ليا لحتة الستارت ابس، بس طبعا باكت بأورجانيزيشن قوية جدا. قعدت هناك، رحت من كذا شركة وذين المجموعة، آخرهم فاليو. طبعا الناس كلها عارفة فاليو ان هي كانت من أوائل الشركات اللي دخلت الكونسيومر فاينانس أو الباي ناو باي ليتر. وبعدين رحت ستارت اب تانية، هي دلوقتي ليها اسم شوية بس ماركت مختلف. كان حالا كانت برضو ستارت اب، كانت على قلم ورقة. كنت تاني واحد اون بورد بعد السي او. قعدت هناك 3 سنين، وبعدين شدني فكرة ماني فالوز، لأن هي it's very unique، حاجة مش معمولة في البلد. والفكرة نفسها شدتني إنه ليها طبعا potential عالي جدا. طارق، عايزك تعرفنا أكتر على فكرة ابلكيشن ماني فالوز، بدأت إزاي وتطورت إزاي؟ ماني فالوز أنشئت في أوائل 2017. هي شركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة الاستثمار. لحد دلوقتي في 7 مليون داونلود على الابليكيشن. الجمعية التقليدية احنا قررنا ان احنا نعملها على ابليكيشن. طبعا مدة الجمعية بتفرق، بتتراوح من 6 10 او 12 شهر، وعلى حسب الكرسي اللي موجود في الجمعية بيكون ليها عائد معين. مصاريف يعني معينة أو مصاريف في الأول، ولكن هي حاجة استثمارية للناس اللي عايزة تحوش. فالمقاعد الأخيرة بيكون ليها عائد أكنك بتستثمرها في بنك أو في شهادات وهكذا. طيب، ازاي الناس يعني تضمن حقوقها مع ماني فالوز؟ ازاي الناس تعرف ان فلوسها محطوطة في مكان يعني مضمون وفي مكان آمن؟ العميل ماني فالوز دايما عنده في الأول خالص قبل ما بيخش جمعية بيمضي على عقد ما بين ماني فالوز وما بين العميل. العقد ده فيه كل الشروط والأحكام، وبتضمن له فلوسه بعيدا عن سداد بقية الأدوار. ودي الميزة اللي موجودة بعيدا عن الخصوصية، ان انت بتضمن فلوسك. يعني لو حد اخذ الفلوس ومشي انا ماليش دعوة. الفكرة انه عشان احنا بنفكر دايما فيها من حتة الائتمان والمخاطر. فاحنا بنفكر دايما بنفكر في العميل في الأول خالص، ان احنا نقدر ندرسه دراسة كاملة ونتأكد ان هو عنده القابلية وعنده الملاءة المالية ان هو يقدر يسدد بناء على البروفايل بتاعه. فدايما في الأول خالص العميل الجديد دايما منرشح له أو منرجح له الأدوار الأخيرة عشان نضمن الاستمرارية بتاعته. ومعظم الناس بتخش أكتر من جمعية، الاحتياجات دلوقتي بقت كتيرة. فالجمعيات أول ما بنتأكد من السداد بطريقة منتظمة بنبتدي نفتح الأدوار الأولانية وبنبتدي. فالمنظومة كلها معمولة بطريقة إنه العميل بيضمن فلوسه
من ماني فالوز. وماني فالوز بتضمن فلوسها ان هي بتعمل حته المخاطر، بتدرس العميل وبتدرس العميل ده يتناسب مع اني كرسي في اني مده زمنيه. وبتضمنوا حقوقكم قانونيه برضه يعني بطريقه قانونيه. الابلكيشن نفسها بيكون في السند ده العميل بيمضيه. فلو العميل المتعثر ما دفعش، انت بتاخد الاول الاجراء التحفظي ان انت بتحاول تحصل من الفريق العمل عندك. وبعدين لو الموضوع يعني ممشيش بالطريقه الوديه بتاخد الاجراءات القانونيه. وده طبعا تحت اشراف حكومي صح؟ هي النهارده تحت، احنا من اوائل الشركات اللي دخلت في المعمل التجريبي التابع للبنك المركزي. احنا في اواخر المراحل. متوقع ان احنا ناخد الرخصه المؤقته على اخر السنه دي، وهنبقى اول شركه في المجال ده اللي تاخد الرخصه. حلو قوي. طيب شركات كتير اصلا في الفتره اللي فاتت يمكن اخذت نفس الفكره وحاولت ترقمن فكره الجمعيه بس ما نجحتش. ايه بقى اللي بيميز ماني فالوز عن باقي المنافسين؟ طيب هي ماني فالوز دخلت في 2017. اي شركه جديده بتخش الماركت، وبالذات لو دخلت في حته السلفه ان هي بتسلف، لازم يكون في خساره موجوده. فانت لازم يكون في حاجه اسمها calculated risk. انت بتقيم الخساره اللي المفروض هتخسرها قدام، وتحاول على قد ما تقدر انك تقلل الخساره دي. بتقلل الخساره ازاي؟ ان انت كل عميل بيخش معاك بتدرسه كويس جدا انه العميل ده عنده القابليه ان هو يدفع. فزي ما قلت قبل كده انه في حاجات بنعملها وكل حاجه بتبقى اوتوميتد. في الاول خالص طبعا ما كانتش موجوده. لازم تبني الاول، يكون عندك داتا عملاء كتيره جدا، ويكون عندك هيستوري كبير جدا عشان تقدر تعمل حاجه اسمها behavioral analysis، او تشوف العميل. لو العميل دخل ساكن مثلا في منطقه معينه، بيشتغل شغلانه معينه، تديله ليميت قد ايه عشان يعرف يخش جمعيات بيه، وتتاكد العميل لو هو في البروفايل ده هيدفع ولا مش هيدفع. طبعا الكلام ده لازم يبقى اوتوميتد من الاول للاخر وبتاخد وقت. فمعظم الشركات اللي بتخش بيكون في مشكلتين. مشكله ان هي مش دارسه الماركت كويس قوي، ما عندهاش النو هاو، ومعظم الناس بيكون عندها قلق من الحاجات دي. ايوه. فمعظم الناس بتقول لك ايه، نجرب وناخد الفلوس وما ندفعش ونشوف هيحصل ايه. فلو الشركه ما عندهاش النو هاو ازاي تقدر، مش نقول تشيل الريسك، بس تقلل الريسك على قد ما تقدر، زائد انه مفيش ثقة ما بين العميل وما بين الشركة الناشئة. في الاول خالص بيحصل دايما مشاكل، بالذات liquidity، لانه في عنصر تاني هنتكلم عليه بعدين، حتة الفاندنج. فالعنصر ده الشركة بتوصل لليفل ان هي مكونة محفظة من العملاء، المحفظة دي ما بتدفعش فبتقفل. فدي معظم الشركات اللي فتحت هي دي المشكلة اللي هي وقعت فيها في خلال السنة الأولى أو الثانية. يعني ما بيبقاش فيه تخطيط كويس. التخطيط بيجي في الأول خالص. أنا بس قصدي ممكن الستابس اللي هو لو فلان ما دفعش أنا هعمل كذا وكذا وكذا، الحاجات دي بتبقى مش متظبطة عندهم كفاية. التخطيط مش أكتر من التخطيط، بس الريسك إن هم يقدروا يقيموا العميل ده ريسكي قد ايه. خلي بالك انت في الاول خالص انت عايزه تسلفي اي حد، وتسلفي اي حد في اي دور، عشان عايزه تكبري يبقى عندك جمهور كتير. عندك جمهور وعندك للاسف ما فيش حد بيبص على عامل الكريدت. طب الفلوس دي هل هترجع لي ولا لا؟ الموديل اللي انا عامله من ناحيه التقييم العميل، وانا بقيم العميل صح ولا لا؟ ففي حاجات كتيرة جدا بتبقى في الأول بعيدا عن البيزنس بلان، اللي انت ممكن تكوني عاملة بلان كويس جدا، فكرة كويسة جدا، ولكن لما تيجي بتطبقيها من غير ما تحطي في دماغك اللي ممكن يحصل. ودي الميزة اللي ماني فالوز كانت فيها، ان هي من 2017 موجودة في السوق، فدخلت في كل فيز
واتعلمت من كل فيز، ووصلت لدلوقتي ان هي عندها حاجه اسمها early entrant advantage، عندها ميزه اللي دخل السوق الاول. في اي مجال كده، اي مجال اللي بيخش السوق الاول بيخسر، ولكن بيتعلم حاجات كتيره جدا. فدي السبب انه ماني فالوز مكمله مع one or two other players يعني. بس هي الاشهر ايوه الاشهر عشان بقى لها فتره. طيب طارق، بما ان انت اشتغلت في ستارت ابس كتير وما شاء الله كلها بقت مهمه في السوق، لو انا واحده عايزه اعمل ستارت اب دلوقتي، ابدا ازاي؟ اختار خطه التمويل بتاعتي ازاي؟ ايه الحاجات اللي اخلي بالي منها؟ اديني نصايح. تمام. قبل ما تبتدي اي شركه ستارت اب لازم تفكري في المنتج اللي انت هتقدميه للناس. ايه الماركت بتاعك؟ ايه اللي انت هتقدميه؟ هل انت هيكون عندك منتج مش موجود، ولا انت هتنزلي بحاجه موجوده ولكن فيها فيتشرز مختلفه فهتكون في ديفرنشيشن، او داخله بسعر مختلف فداخله اقل من السوق عشان تاخدي ماركت شير؟ اول حاجه بتتعمل، وده للاسف معظم الشركات بتتغاضى عنها، تعملي بزنس بلان. البزنس بلان دي بتبقى الكور بتاع الشركه، كل الادارات بتبقى شغاله عليها، ولكن في الاخر خالص بتطلع قماش. ايه القماش دي؟ الارقام دي بتدي انديكيشن امتى الشركه هتبقى مربحه وامتى هتدفع الخساره اللي عليها. فالكور بتاع الستارت اب قبل ما ستارت اب بتبتدي، للاسف احنا دلوقتي لما نيجي بنفكر في ستارت اب بنفكر في منتج، ازاي نشتغل على المنتج وازاي نشتغل على التكنولوجي بتاعتها، وبننسى خالص حته الفاينانس. وللاسف معظم الشركات الستارت اب في مصر بتلاقي بعد 2-3 بتقع في الحته دي، لان هي ما عندهاش بزنس بلان وما عندهاش سورس اوف فاندنج. شق الفاندنج هنتكلم فيه، بس المهم جدا اللي عايز استرس عليه تاني فكره البزنس بلان. فكره البزنس بلان ايه؟ ان انت بتحطي كل توقعك هتجيبي شغل قد ايه، الشغل ده هيجيب لك ايراد قد ايه، تكلفه الايراد قد ايه، والتكلفه العموميه بتبقى قد ايه. وده لازم ما يبقاش بس اكسرسايز على ورق او على اكسل، لازم يبقى اكسرسايز يتعمل بجد بكامل الشفافيه، وتدخلي كل رؤساء القطاع اللي موجودين في كذا ديبارتمنت يدوا الانبوت بتاعهم. سورس اوف فاندنج دي اكبر مشكله دلوقتي في اي ستارت اب، ان هم اجيب فلوس ازاي. في ماني فالوز احنا قابلنا مشكله معظم الستارت ابس هتقابلها، مشكله الفاندنج. هل هاخد فاندنج من بنوك، ولا هل هاخد فاندنج من انفسترز، من مستثمرين؟ المستثمر اللي هينفست معاكي عشان شاري الفكره. في كذا نوع مستثمر بيخش على حسب الشركه. في الاول خالص الشركه لسه بتكبر، الشركه ماتيورد، لكل فيز المستثمر هيطلب تسعيره مختلفه على حسب الريسك اللي هو بياخده فيه، عشان تقدر تجذب المستثمرين. ولازم في بدايه اي شركه، بالذات لو شركه زي ماني فالوز، شركه قائمه على فكره ولكن مش مسنوده من شركه كبيره، لازم تعتمد على ازاي هتقدر تبيع الفكره دي للانفسترز. فالانفسترز لازم يكونوا فاهمين الفكره، ولازم يكونوا متوقعين انه تقييم الشركه هيوصل لتسعيره معينه بعد كده. فالشركه النهارده لو بتبتدي من صفر، بعد 3 سنين قيمه الشركه هتبقى قيمتها قيمه معينه، لانه الانفستر مش موجود عشان يفضل على طول، بيبقى موجود عشان يأكزت في وقت معين. يا اما شركه تانية تشتري الشركه في حاجه اسمها M&A merger and acquisition، يا اما الشركه تنزل البورصه. وزي شركات كتيره جدا شفناها عملت كده الفتره اللي فاتت. فمعظم الشركات الانفسترز بيخشوا للسبب ده، مش بيخش ان هو يبقى موجود دائم في الشركه. ده one source of funding.
حاجة تانية البنوك، وده للأسف معظم الستارت ابس لما بيخشوا دايما بيكون عندهم الاعتقاد انه البنك هيرحب بالفكرة وهيمولك. البنك عمره ما هيمول شركة لسببين. لسبب لو ضعف الفاينانشال ستيتمنت او الربحية الشركة، وده طبيعي. ولو الشركة ما عندهاش كوربريت جارانتي، ما فيش شركة تضمن الشركة دي. فدايما البنوك بالذات في الفترة الحالية بيخافوا يقرضوا شركات الستارت اب. فالبنك بيعمل ايه؟ بيستنى لحد ما الشركة يكون عندها أول ميزانية. الميزانية دي فيها ربحية الشركة وبيحسب حاجات معينة عشان يتأكد إنه الشركة دي لو سلفتها الفلوس عندها القابلية إن هي ترجع الفلوس دي. فالموضوع بياخد وقت كتير جدا، ومعظم الناس ما بياخدوش بالهم من الحتة دي. فبياخدوا اللي بيسموه البري سيد، اللي هو من الانفستر بيديله فلوس يشتغل بيها، وطبعا في الأول هيبقى خسران. بيخلص فلوس بيقفل، ما بيلاقيش حد تاني يموله. فدي للأسف بتبقى هو المفروض يعمل ايه؟ هو المفروض يكون عنده بيزنس بلان. البيزنس بلان ده لازم يتأكد بالظبط هو هيجيب شغل قد ايه، الشغل ده هيتمول ازاي، هيكون عنده عجز قد ايه، وهيجيب العجز في خلال قد ايه. البيزنس بلان اللي انا بقولك عليها عمرها ما بتبقى سنة، هي بتبقى من 3 ل5 سنين. طبعا كل ما بتعمليها للسنة اللي بعديها واللي بعديها لازم ترجعي تاني عليها. بس في الاول خالص لازم يكون عندك بيزنس بلان، ولازم يكون عندك حاجة مش بس على ورق اللي هي بتبيعي بيها للانفستر، حاجة ان انتوا كلكم هتعملوا كوميتمنت ان احنا هنمشي على الاجراء ده بالظبط. اللي هو مثلا انا والله انا في الاول هاخد فلوس من المستثمر، هتخلص هيبقى عندي فند تاني ابقى انا مخططه له ان هاخد فلوس من البنك الفلاني، بعد كده هعمل كذا، او هيجي لي ارباح، تبقى كل حاجه واضحه انا عامله حسابها. صح، ده اهم حاجه. للاسف معظم الشركات ما بتحطش الفكره دي في دماغها. بتحط الفكره انا المنتج عايز اطلع بيه بسرعه، بيبص تحت رجليهم عايز اطلع بيه بسرعه، وانا معايا كام النهارده عشان اطلع بيه. ما بيبصش لقدام، ودي اهم حاجه في ومعظم الشركات الناشئه اللي بتكمل بتكون قايمه على كونكريت بزنس بلان بيتعمل من الاول خالص. البزنس بلان ده بيراجعوه كل سنه، وبيبقى بيتوافق عليه من التوب مانجمنت ومن البورد. فدي مهمه جدا. طيب اللي انا عارفاه انه معظم او كل الستارت ابس بتخسر في الاول. من وجهه نظرك ازاي ان احنا نقلل الموضوع ده؟ ازاي ان احنا نقلل الخساره ونزود الارباح في الاول؟ وهل ده ممكن اصلا ولا لا؟ طيب انت عندك مفيش حاجة اسمها نقلل الخسارة بتبقى متوقعة بناء على دراسة الجدوى. الفكرة ان انت لازم تشوفي ايه الهيلثي ريشيو. في ريشيوز معينة لازم تبصي عليها، اللي هو قد ايه مصاريفي على ايراداتي. يعني ايه مصاريفي على ايراداتي؟ يعني كل ايراد بعمله بيكلفني مصروف قد ايه، وتقدر تمونيتور. لانه عادة الواحد بيفكر فيه، يعني انا لو عملت حاجة هتجيب لي ايراد قد ايه، فلازم الاتنين يكونوا correlated او الاتنين يكونوا ماشيين مع بعض. فدايما اي شركة موجودة بتفكر ايه النسبة اللي تعتبر نسبة كويسة والنسبة صحية لكل شركة. هتلاقي تقريبا لو هتبصي على cost to income ratio، وانا مش عايز اخش في التفاصيل قوي، بس النسبة المصروفات على الايرادات بتبقى 70%. يعني كل 100 جنيه بجيبه ايراد، رفلي 70 جنيه بيروح مصاريف. لو طبعا الشركة في الأول خالص استحالة توصل للمعدل ده، لأنه في الأول خالص الإيرادات ما بتبقاش كافية، بتكون لسه مبتدية. بس مع الوقت إمتى هتقدر توصل للليفل ده؟ تاني حاجة برضو بسرعة جدا، حتة العائد على الاستثمار. أنا كل استثمار بدخله في الشركة بيجيب لي ربحية قد إيه. ففي حاجات أهم من إزاي أعرف أنزل رقم كرقم، إن أنا أشوف النسبة بتاعته، والنسبة بتاعته ده بناء على الماركت هل دي نسبة صحية ولا لا، مقارنة لشركات تانية في نفس المجال. طيب ممكن أسألك سؤال؟ طبعا. هي ليه كل الشركات تخسر فيها؟ أي شركة بيكون عندك حاجة اسمها ستارت اب كوست. بيكون عندك كوست عمالة وسيستم
وفيكست اسيتس، ترابيزات وكراسي، وانت لسه ما اشتغلتيش. فطبيعي اي شركه بتخسر في الاول، اي شركه حتى لو شركه اللي هتبقى فيري بروفيتبل بعد كده. الفكره بقى ايه؟ الفكره انه في حاجتين. انت بتقولي انا هخسر في الاول، انا هقعد قد ايه عشان to the break even point. يعني break even point يعني اول ما هحقق ربحيه في الشهر، دي مهمه جدا. قد ايه to pay back يعني ادفع الخساره، مش فلوس، الخساره المرحله. فكل الخساره امتى بقى؟ فدول المعلومتين المهمين جدا كشهر. يعني بقول مثلا انا في الشهر الثامن هبتدي احقق ربحيه، في الشهر ال18 هدفع كل الخساره اللي عندي، ساعتها you are a profitable company. ولكن طبيعي جدا اي شركه بتبتدي في الاول بتخسر، وده ده العرف، عشان الربحيه لسه او الايرادات لسه ما دخلتش. طيب امتى اقول ان انا جاهزه ان انا استثمر؟ ايه الخطوات، إيه المؤشرات، الظروف اللي لما تكون متاحه هي ديت اللي تقول لي خلاص ادخلي عالم الاستثمار؟ تمام. دلوقتي الموضوع اختلف تماما. فكره الاستثمار زمان لما حد كان بيفكر في فكره كان الاستثمار بيبقى مادي، فكان بيخش بفلوسه وبفكرته. دلوقتي الفكره نفسها هو ده استثمار البني ادم. في شركات كتيرة جدا VCs Venture Capitals كل شغلها ان هي بتضخ فلوس في شركات ستارت ابس، وبتضخ فلوس عارفة انه من 10 مثالا من 10 اللي هم هيضخوا فلوس فيه، في 6 هيقعوا وفي 4 هيحققوا ربحية تدفع كل الفلوس. فالفكرة ايه؟ الفكرة بني ادم لو عنده فكرة يسوق للفكرة دي دلوقتي، عن ان هو يفكر ازاي هيمولها من جيبه. التمويل الذاتي ما بقاش موجود زي زمان، بقى تمويل بيجيبه من الغير وهو بيخش بفكرته. فالتسويق الفكرة اهم من الاستثمار المادي. يعني انا لو عندي فكرة كويسة قوي وانا واثقة فيها واشتغلت على دراسة الجدوى والبرزنتيشن بتاعي، ابتدي اروح للحاضنات او الشركات او اي حاجة بتعمل فاندنج وابتدي ابريزنت، صح؟ بالزبط. هو ده الستاب اللي انا المفروض اعملها. ده اول ستيب للطريق، ان انت بتلاقي شركه VC فينتشر كابيتال. الشركه دي بتinvest في حاجه اسمها بري سيد، وبتinvest في الشركات الناشئه، الناس اللي عندهم فكره عايزه تطرحها. والكل فيز في شركات بتمول الفيز دي، فهتلاقي في بيمولوا الجروث، في بيمولوا الماتيوريتي، في حاجه اسمها بري سيد، في A B C وهكذا على حسب. يعني طارق انا اتبسطت جدا بالحوار واستفدت جدا جدا، متاكده ان الناس كمان هتستفيد، واي حد دلوقتي هيبقى متحمس ان هو هيقوم يعمل حاجه ويطور من فكرته. فشكرا جدا ليك. شكرا ميرسي جدا.